صباح النور بنات، صباح النور غالياتي، صباح الحب والنشاط والحيوية. اول حاجة غاليات نبداو لا فيديو تاعنا كما العادة بالصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ان شاء الله تكونوا كامل بخير غالياتي. يلا نتوجهوا مع بعض نبداو في تحضيراتنا الاولية لشهر رمضان المبارك. راح نبداو نحضروا مع بعض لشهر رمضان. هنا كما راكم تشوفوا بنات خرجت شريت لقيت الطماطم هذه دير 3000 الكيلو. اغتنمت الفرصة وشريت كمية هكذا راح نحضرها معاكم. اول حاجة كما راكم تشوفوا لهنا في اناء كما راكم تشوفوا درت الماء ودرت الخل. كما راكم تشوفوا درت الطماطم تاعي خليتها بقات لي حتى 5 دقائق هكذاك، ومن بعد جست فرغت لها كامل الماء هذا كما راكم تشوفوا، ونعاود نغسلها مليح هكذا باش نتخلصوا كامل الماء باش الدواء يكون فيها من هذيك التراب اللي يكون لاصق فيها، وكامل تخلصوا منه كما راكم تشوفوا بنات. ودكا الطماطم راهي في الاسعار راهي مليحه، تقدروا تشرو وتحضروا الصلصه تاع البيتزا. كما راكم تشوفوا لهنا بعد ما غسلتها كامل وقطرتها جبت اناء كبير وراح نبدا نحي في هذوك الاخرين تاع الطماطم كامل اللي ما استحقوهمش ونقشروها وين تكون مبيكيه فقط، يعني ما نقشروش الحبه كامل، انا نقشرها وين تكون مبيكيه. هذا مكان كما راكم تشوفوا وين مبيكيه راني نحي لها في هذاك زياده وكامل هكذا، ونقشرها ونقطعها عفوا تقطيع عشوائي، ما نقطعهاش رقيقه ولا راح تطيب معانا. وعلى بالكم غاليه الطماطم تاعنا كي طيب راح تذوب ما تبقى فيها والو، على بالكم ما فيهاش العمر بزاف، دونك راح تذوب لنا في الطياب تاعها. نبداو هكذا نقطعوها نحضروا ماذا بينا هذوما صلصه الطماط عفوا صلصه تاع البيتزا وكامل هذوما نستحقوا هذه فوا الفليكغاتا. كاين بعض كيما الباذنجان نديرو في الفوق كيما الفلفل ثاني نستحقوها، دونك نحضروا كميه اللي نستعملوها كيما المملحات ثاني ونحطوها بجيه لي طون اللي تكوني راح تخدمي البيتزا تاعك ولا مملحات تجبدي هذا لاصوص طوماط تلقايها واجده راح تنقص عليك. لهنا جبت كوكوط عندي ثقيله نحط فيها كامل الطماطم تاعي، درت راح ندير فيها اكيد 3 وريقات راند ما نساوهمش باش تجينا بنينه، ونزيدو ثاني الثوم. بالنسبه للثوم درت حبه كبيره تاع ثوم قشرتها كامل وغسلتها، وراح نحكم هكذا كل فصه تاع ثوم راح نقسمها اون دو ونحطها في القدره تاعي كما راكم تشوفوا فوق الطماطم. ومن بعد جبت حوالي 2 حبات بصل يكونوا موايا ما يكونوش كبار بزاف، هما ثاني بعد ما قشرتهم وشلتهم راح نقطعهم تقطيع كما قلت لكم عشوائي، راح نطحنوا كلش مع بعض دونك ما تخافوش. نزيدوا لها البصل تاعنا كما راكم تشوفوا هكذا باش تجينا لاصوص طوماط تاعنا بنينه. راح نعطيكم الطريقه تاعي المعتمده وانتم كل وحده كيفاش دير، ما عليكم غير تغتنموا الفرصه وتنقصوا على رواحكم في الجهد وفي التعب ثاني. هنا عندي حوالي 2 ملاعق كبار طماطم مصبره، عندي نصف ملعقه ملح، عندي ملعقه صغيره فلفل اسود، ملعقه صغيره راس الحانوت، شويه قزبر بودر، وعندي ملعقه كبيره السكر هكذا باش نتخلصوا كامل من الحموضه هذيك اللي تكون في لاصوص طوماط تاعنا. وندو لاصوص طوماط تاع الكويزينيير ولا عفوا على النار نطيبوها، ما نزيدو لها ولا قطره ما، درتها على نار قليله وخليتها تجمر على قانيها، وخليتها ثاني في خاطرها طابت لي يعني تجي هايله، ما نزيدو لها ولا قطره ما راح تطيب غير في ماها وتجيكم بزاف بنينه. شوفوني هنا ما كنت زدت لها ولا قطره ما. نجوزو من جهه خلاف عندي اللي هنا حوالي كيلو تاع لوبيا مشطو ولا مشطو كل واحد كيش يسميها، راهي السعر تاعها ثاني راهي مليحه، راهي دير 10 ميل للكيلو. اشرو وثاني كونجليوها، راح نمد لكم الطريقه تاعي كيفاش نكونجليها، راح تبقى معايا هايله وتبقى محافظه على اللون تاعها. شوفوا لي البنات لهنا جبت كميه اني كونجليت من قبل وزدت اليوم ثاني وريت معاكم كيفاش كونجليتها هكذا باش تدو افكار، راني نتقاسم معاكم بعض الافكار هكذا تدوهم ونوجدوا مع بعض ثاني لرمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. لهنا نحوها كامل هذوك الاطراف الزائده اللي ما استحقوهاش ونقطعوها، دونك لهنا في التقطع كل وحده كيفاش تحبيها موايا ولا طويله قطعي كيما تحبي نتيا، ونديروها كامل في الاناء تاعنا. نسيو الماكسيموم نحي لها كامل هذوك الزوائد، يعني قلت لكم السعر تاعها راه 10 ميل حتى 12 ميل، راه في متناول الجميع، تقدروا تشروها وتنقصوا على رواحكم، خاصة أصحاب الدخل المتوسط. يعني نعرفوا رمضان لازم نقصوا على رواحنا الماكسيموم. اللي هنا وهي هكذاك بلا ما نغسلها ما تغسلوهاش، نجيب لي ساشي تاعي ونديرها في الكونجيلاتور كي نكون رايحة نخدم بها نجبدها نغسلها بيان.
باش نديرها طيب لي، ما تغسلوهاش من قبل. علاش؟ باش كي تحبوا تجبدوها تلقاو كل حبه وحدها ما تلصق لكمش كامل، تبقى محافظه على اللون تاعها، يعني تبقى لكم هكذاك. ويكون راح نطيبها نغسلها مليح مليح قبل ما نطيبها. لهنا كيما راكم تشوفوا بنات درتها في لي صاك هذوما تاع البيض، درتها هكذا وراح نبلاطيهم كامل باش ما يدوليش لي سباس في الكونجيلاتور، باش يجيني الكونجيلاتور تاعي ولا الفريغو منظم في رمضان وتبقى لي كل حاجه هكذاك مفروزه. يعني درت الكميه ثانيه على حسب عدد افراد العائله. نتوما ديروا كل وحده على حسب واش يكونوا عندها لي بيرسون في العائله تاعها. ندوزو للحاجه الثالثه واللي هي خبز مرحي ولا لا شابلور. هنا نعرفوا كامل اللي نستعملوها بزاف في رمضان. انا شوفوا ما نقدرش نستغنى عليها، نستعملها بزاف سواء للمالح ولا للحلو، الحلويات ثاني. دونك لهنا عندي خبز بعد ما كنت قطعته، كي نطفي الفوغ بعد ما كنت طيبت كاش عفسه ولا نطفي الفوغ تاعي وندخل البلاطو اللي يكون فيه الخبز هكذاك، راح يتحمص لي وراح يبس كامل ويجي هايل، ما يجيش فيه اريرغو، ما يجيناش حمر بزاف. كيفاش تحققوا في بعض الوصفات لازم تكون لنا ماشي حمرا بزاف، يعني بالشكل هذايا راح نتحصل عليها هايله. جبت الاشواق تاعي بعد ما كان الخبز برد لي تماما، ونبقاو هكذا نطحنوا فيه كما راكم تشوفوا. يعني درت سرعه ثانيه هكذا نكون وجدت كميه. قلت لكم نستعمل هذه في البولي اشي ولا فيونداشي كي ندير دولمه ولا كاش بلا ولا كندير غولي. ما عندي استعملها في خبز الباي في الحلويات. راح نتقاسم كامل الوصفات هذوما معاكم باش تدوا افكار ثاني. كما راكم تشوفوا بنات بعد ما رحيت كامل الخبز تاعي راح نحطها في بورطمونجي اللي نديرها في الكونجيلاتور ولا في الفريغو تاعي هكذا، وتكون عندي واجده نكون تهنيت منها. دونك لهنا كما راكم تشوفوا ريحتها بيا هكذا. قلت لكم باش نديرها الحلويات ثاني نستحقها في خبز الباي في عده وصفات راح نتقاسمهم كامل معاكم. شوفوا بداو من دوكا تنقصوا على رواحكم. هذا واش نقول لكم هكذا باش نقصوا هذاك التعب كامل. كما نعرفوا رمضان يليق له هكذا المعاونه وكامل. دونك نقصي على روحك. لهنا درت بورطمونجي هذه كبيره راني شوفوا راني درت نصف الكميه، راح نزيد الكميه الاخرى ومن بعد ونزيدها معاها. لهنا راني تحصلت على كميه ما شاء الله، ومن بعد نزيد هذه قليله ما تكفينيش لرمضان. غليات كما راكم تشوفوا. لهنا راح ندوزو الحاجه ثانيه. دونك بنات بعد ما طيبت كامل لاصوص طوماط تاعي خليتها حتى بردت لي تماما. ندوزو لهنا نحو الوريقات تاعنا تاع الرنت، ما نطحنوهمش هكذاك في لاصوص طوماط تاعنا، لا راح يخلونا هكذاك الحبيبات ما تجيناش لاصوص طوماط تاعنا صافيه. لهنا جبت البغاء تاعي ونطحن كامل لاصوص طوماط تاعي كيما راكم تشوفوا. نطحنها بيا ومن بعد في المرحله هذه بعد ما نطحنها ما نزيد لها والو، جست العكري هذا واش نقدر نزيد لها. كما شفتوني العكري ما درت لهاش في الاول، انا ما نديرلهاش في الاول، ندير في لافان كي نرحيها وكامل باش ندير لها العكري باش تبقى لي محافظه على اللون تاعها ويجيني اللون تاع لاصوص طوماط تاعي يجيني شباب. دونك راح نديرو في لافان هكذا باش تدو فكره. يعني بنات انا قلت لكم لهنا انا درت لها العكري ونخلطوها كامل هكذا ونديروها في لي ساشي ولا في لي زيبلوك ولا نديروها في لي بواط اللي يجوزونا للكونجيلاتور. نتوما وما حبيتوا البرك خلوها تبرد لكم مليح هكذا باش تكونوا محافظين ولا مراعيين شروط التخزين. لهنا بعد ما بردت لي لاصوص طوماط جبت لي باط هذوما، يعني راه السعر تاعهم مليح وينظموا لكم الكونجيلاتور تاعكم. انا نخدم بهم بزاف. هكذا ندير الكميه اللي نستعملها. كيما لهنا ندير بيتزا ولا مملحات نجبد وحده فهذيك الكبيره. نحب ندير كغاتا ولا ندير كما قلت لكم طرشي ولا باذنجان فلفل وندير معاه مملحه راح نجبدها نستعملها كامل، ولا تكون عندي عرضه تانية راح نجبدها نخدم بها. دونك ديري الكميه على حساب نتيا واش تقدري على حساب عدد افراد العائله. لهنا ما خرجت ليش كميه كبيره بزاف راح نزيد اكيد. ولهنا ثاني درت في لي ساشي هذوك اللي يكونوا سوليد، يعني مش جايين جوغ كيما لي زيبلاك ماشي كيما تاع البيض هكذا باش ما ترتقليش في الكونجيلاتور وتجيني بيان. وبلاطيتهم كيما راكم تشوفوا. وهكذا راح نستغل المساحه في الكونجيلاتور تاعي. وهكذا نكونوا لحقنا نهايه الفيديو. ان شاء الله ينال اعجابكم. ويلا نبداو مع بعض تحضيراتنا لرمضان، نوجدوا ونقصوا على رواحنا. على بالي راكم كامل متحفزين. دونك نوريكم هكا لي فيديو باش يزيدوا في النشاط. وهكذا نقول لكم تهلاو في رواحكم غاليات. مع السلامه.